هنفترض مثلا ان انت حضرتك دلوقتي عندك دورة غسيل، وربنا بعتلك شوية نشاط كده ونويتي تتوكلي على الله وتخشي تخلصي الغسيل ده وتخلصي منه. اتفاجئتي ان المسحوق بتاعك خلصان او فاضل فيه شوية صغيرين مش هيكفوكي الغسيل ده. هتعملي ايه حضرتك؟ هتتصرفي، هتاخدي بعضك وتروحي محل المنظفات تشتري اي منظف سواء جل او بودر عشان تغسلي الغسيل. لما هتروحي هناك هتتصدمي وهتتفاجئي من الاسعار اللي هتسمعيها اللي بقت عالية في السماء، وبالذات اليومين دول، مع ان الحل سهل وبسيط ومش مكلف خالص وكمان ممتع جدا. انا بس عايزة اسألكم سؤال قبل ما نبدأ الفيديو، عاوزاكم تجاوبونا عليه بصراحة في التعليقات. لما بتشتروا منظفات سواء السايبة اللي بالكيلو او الجاهزة بتاعت الشركات، بتاخدوا النتيجة المطلوبة؟ بتستعملوا منها كمية قد ايه؟ وبتوصلوا للنتيجة اللي انتوا عاوزينها ولا لا؟ السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. الناس اللي بتتابع فن وتوفير عارفين ان الفيديو بتاع النهارده ده نزل اول يوم العيد بس من غير صوت. كان مجرد فرصة ان احنا نهني بعض بالعيد، ويعني اعرض لكم فيديو لونه حلو، لون الجل جميل وشفاف وكفاءته حلوة وطريقته سهلة، والصابونة اللي احنا مصنعينها مع بعض مطلعنا جل جميل. مجرد فرصة بس نمتع عينينا بالشغل اللي احنا بنعمله بإيدينا في بيتنا بمنتهى السهولة وبدون تكلفة، ونتيجته مبهرة بكل المقاييس: نظافة، رغوة، ريحة عطرية، وكمان الهدف الأكبر التوفير. في ناس كتير اعترضت على ان الفيديو من غير صوت وطلبت ان احنا نعيد الفيديو بصوت، عشان كده انا نزلته لك النهارده بمساحته الكامله من غير ما اختصر منه اي حاجه. انا كنت اختصرته في العيد وخليته 6 دقايق، او النهارده 8 دقايق كاملين. الطريقة مش محتاجة شرح، واحنا عملناها مع بعض اكتر من مرة، وانا براهن على ذكائكم ان انتوا بتكونوا فاهمين من خلال المقاطع الشغل اللي انا بعمله هو عبارة عن ايه. مجرد ما دوبت الصابونة اللي انت بشرتيها في مية سخنة، هي كده اتحولت معاكي الجل. انت مش مقتنعة بكفاءة الجل ده وعاوزة تعززيه، هتحطي له اي اضافات من المنتجات الجاهزه اللي بتشتريها من بره. يعني انت دلوقتي عامله جل من الصابون البلدي ورغوته مش عاجباكي، هتحطي اضافه ترفع الرغوه. الريحة مش عاجباكي، هتحط إضافة تخلي الريحة حلوة. طيب انت شاكة ان هو هيشيلك البقع، حط إضافة تخليه كفاءته عالية وبيشيل البقع، مع ان احنا كلنا متفقين ان الصابون البلدي أقوى من أي منظف تاني في إزالة البقع. طيب أنا دايما بشتغل بأوكسي، وفي ناس بتقول لي انت ليه على طول بتعملي كل وصفاتك بالأوكسي مع ان المنتج ده مش موجود في أماكن كتير. الاوكسي بيديني النتيجة اللي انا عايزاها، وقبل كده في فيديو واتنين وتلاتة عرضتلك البديل، قلتلك البديل عنه هيكون كذا. يعني انا ليه بستعمل الاوكسي وايه الفايدة او النتيجة اللي انا باخدها من الاوكسي ومش باخدها من غيره؟ هي الشفافية اللي انت شايفاها دي. فانت لو بتهتمي بالشفافية يبقى لازم تشتغلي بالاوكسي. مش فارقة معاكي وعاوزة جل بينظف وبيوفر، يبقى انت هتستعملي اي منظف جل كبديل عن الاوكسي. ولو الاوكسي متوفر يبقى كويس قوي، هتعمل الوصفة بنفس النتيجة دي. الصابونة انا صنعتها معاكي وفيها اضافات كتير قوي مخلياها ممتازة في النظافة ومش محتاجة والله اي اضافات. مجرد ما تستعمليها كده كصابونة صلبة او تحوليها لجل لوحدها، مش محتاجة اي اضافة لا تعلي الرغوة ولا تزيل البقع ولا اي حاجة خالص. لكن انا بشتغل بالاوكسي لان انا بحس لما بضيف كمية منه كبيرة لاي جل بعمله من الصابون البلدي بيخلي لي الكمية كلها كأنها اوكسي خام انا مفضياه من الكيس، ريحة ورغوة ونظافة وقوام وشفافية وكل حاجة. عشان كده انا مصرة على ان انا استعمل الاوكسي، مع انه الاوكسي حاليا مش متوفر كتير زي الاول، مع ان سعره ثابت ما زادش. مجرد ما تحطي سنة لون هتلاقي الجل ده بعد شوية بيهدى وبيشف وبيبقى زي الجاهز بالظبط. طيب انا بعمله وما باخدش درجة الشفافية اللي بشوفها في الفيديو. ده بيتوقف على الكمية اللي انتي مصنعاها، كمية الجل قد ايه وحطيتيله كام كيس اوكسي بالظبط. وده انا شرحته في فيديو منفصل لوحده، ممكن ابقى اسيب لك الرابط برضو بتاعه تحت في وصف الفيديو. الريحة حلوة قوي، اعملي الوصفة واصبري عليها لتاني يوم هتلاقي النتائج بتختلف معاكي خالص. وانا بوريكي الجل في الطبق على 3 مراحل: مرحلة شفاف جدا، ومرحلة وسط، ومرحلة جل عادي زي اي جل بنعمله من الصابون.
ده بيتوقف على الوقت وعلى كمية الأكس اللي انت اشتغلت بيها. يعني أنا مثلا خدت قطعة صابون واحدة، بشرتها ودوبتها في لتر مية، وبعد كده سبته يبرد، وبعدين حطيت الأوكسي. كيس الأوكسي كان 185 جرام وسعره 10 جنيه. ضفت نصه في المرحلة دي بعد الجل ما برد يا دوب، واحتفظت بالنص التاني ضفته في آخر الوصفة بعد ما ظبطت القوام واكتفيت بكمية المية اللي أنا ضفتها للجل، وبقيت راضية عن القوام ومش محتاجة إن أنا أزود مية تاني. في الآخر خالص ضفت النص الكيس اللي فاضل معايا، وبعد ما ضفته اداني درجة الشفافية اللي انت شفتيها في آخر الفيديو. عشان كده أنا وريتك الجل في 3 مراحل مختلفة، كل مرة درجة الشفافية فيه بتكون مختلفة في كل مرة عن التانية. يعني انت لما بتعملي جل وتسيبيه يهدى بيصفى ويشف، ولما بتضيفيله كمية أكسي بيديكي درجة شفافية معينة، لما بتزوديها بتزيد درجة الشفافية دي. فدي حاجات بتتوقف عليها النتيجة النهائية للوصف. إنما في الآخر حطيتي أكسي أو حطيتي أي منظف جل مع الصابونة اللي احنا مصنعينها، بتديكي جل كفاءته عالية جدا وبينضف جدا. إنما الأكسي تحديدا بيخلي ريحة الجل اللي انت عاملاه مميزة جدا، ودرجة الشفافية بتاعته مميزة جدا، وبتبقي يعني راضية عن النتيجة النهائية للجل. لكن ممكن تستعملي صابون سائل عادي، ممكن تستعملي شاور جل، ممكن تستعملي أي منظف للملابس يكون جل. ممكن تاخدي كوباية مسحوق بودر تدوبيها في كوباية مية سخنة وتضيفيها للصابون اللي انت بشرتيه ودوبتيه في مية سخنة، هيديك برضو ريحة وهيديك تعطيرة كده حلوة للجل، وهيديك كمان نظافة وقوام برضو. فانتي هتضيفي الاضافات للصابون اللي انت مدوباه في ميه حسب امكانياتك وحسب المتاح في المكان اللي انت فيه او موجود عندك في بيتك في مطبخك اصلا. يعني عايزه اقول لك في الاخر ان الخطوات سهله وما كانتش محتاجه ان انا اعلق لك عليها. شايفين الفرق بين البوله هنا وهنا، وفي اول الفيديو وفي اخر الفيديو انا بوريك الجل في جميع مراحله. ممكن تكتفي بالنتيجه دي، ممكن تكملي الوصفه للاخر زي ما انت عايزه حسب ذوقك وحسب رغبتك. أكياس الأوكسي دي موجودة بأربع أنواع، وكلهم نتيجتهم ما شاء الله أحسن من بعض. أقواهم في الريحة هي النوع اللي أنا بشتغل بيه ده اللي هو أوكسي بلاك. طبعا احنا خدنا منه ريحة وخدنا منه شفافية. النظافة خدناها من الصابونة اللي احنا مصنعينها وحط لها إضافات كتير، وطبعا الناس اللي متابعة شافت الفيديو بتاع تصنيع الصابونة دي. وكان فيه فكرتين، فكرة عملناها وعملنا البديل عنها علشان اللي متاح عنده ده يشتغل واللي متاح عنده ده يشتغل. يعني كل أفكارنا سهلة وبسيطة ومش محتاجة خالص إن أنا أشرحها لك.